معاك سامسونج جالاكسي نوت 3 والسوفت وير طفشك وقرفك وخلاك تقرف منه خالص، خصوصا ان مش هينزل له اندرويد 6. في الفيديو ده هنعرف ازاي نحول النوت 3 المعفن الوحش ده اللي انت مش طايقه لجهاز جميل اسمه سامسونج جالاكسي اس 7 ايدج بالايدج بتاعته بالالويز اون ديسبلاي. زي ما حضراتكم شايفين بكل الخصائص دي هنقدر نتعرف عليها من خلال الفيديو ده. خليك معايا عشان تعرف كل ده. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنه وكل اللي بيتفرج علينا طيب وبخير، بمناسبه ان احنا في اخر رمضان وداخلين على عيد، ويعني هنعيد بقى ونعمل كل اللي عاوزينه. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هسيبكم في الاول تتفرجوا على الروم براحتكم من غير صوتي المعفن الوحش ده. سيبكم تتفرجوا على الابلكيشنات الاساسيه اللي في الروم زي الفون والكونتاكت وما الى ذلك، وبعدين هرجع لكم تاني اوريكم السكور اللي جابه الروم في جيك بينش 3 وايضا انتوتو بينش مارك. كل ده هنتعرف عليه في الفيديو ده، وفي الاخر هقول لكم ازاي تسطبوا الروم. يعني ولو في اي استفسار منكم او اي حاجه، الكومنتات بتاعتكم تحت ارغوا فيها زي ما انتوا عاوزين، يعني مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. خلينا نتابع مع بعض. الاول هسيبكم مع موسيقى كده جميله لذيذه، وبعدين برجع لكم تاني.
رجعت لكم تاني مع صوتي المعفن الجميل، استغفر الله العظيم يا رب، معلش استحملوني، معلش يعني استحملوني، خدوا المعلومه واستحملوا الصوت الجميل ده. خلينا نرجع تاني. الجهاز حقق في السنجل كور 883 نقطة، وفي المالتي كور حقق 2468 نقطة، ده بالنسبة لبرنامج جيك بنش 3. خلينا نروح لبرنامج انتوتو على طول ونشوف حقق كام نقطة. انا كنت عامل له تيست لسه من شوية. حقق في انتوتو بالصلاة على النبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، 53347 نقطة. مش بطال. حلو قوي. انا مش عارف هو اللي هو الترتيب بتاع الاجهزه مش ظاهر ليه، بس هو على ممكن هو الجهاز اللي قبل الاخير. انا بصيت عليه لقيته الجهاز اللي قبل الاخير. ايا يكن، ده كده بالنسبه للروم والشكل بتاعه بالصلاه على النبي شكله حلو انا عارف، وبصراحه انا ما واجهتنيش فيه اي لاج او اي مشاكل. التاكس نسيت اوريه لكم، جميل ولذيذ وابن حلال وبيجيب لك التاكس بالظبط. ماشي. بالنسبه للتاسك مانجر الجهاز، بصراحه التاسك مانجر فيه حلو قوي، والجهاز لحد دلوقتي ما واجهنيش فيه اي لاج بالنسبه لتقطيع مثلا الجهاز يعلق او الكلام من ده عشان الروم مش بتاعه. بالعكس الجهاز شغال على اكمل وجه وعاجبني جدا، خصوصا ان ده روم اس 7 ومحطوط على نوت 3، بصراحه حاجه عجباني قوي. بالنسبه بقى لازاي تسطب الروم ده. الروم ده تسطيبه مش صعب. بتنزل بس الروم، هحط لكم الرابط بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. تنزل الروم، وبعد ما تنزل الروم بتحتاج ان انت تكون على ريكفري تي دبليو ار بي او سي دبليو ام. لو سي دبليو ام لازم تكون على فيرجن معين في 6.0.4.7. ده بالنسبه للسي دبليو ام. لو عندك تي دبليو ار بي لازم ما يكونش 3. لو 3 فيما فوق، يعني 3021 مثلا، مش هينفع، لاني وانت بتسطب الروم الجهاز هيعمل ريستارت لوحده اوتوماتيك، مش هيفتح اساسا الصفحه اللي انت من خلالها بتفضل تدوس نيكست وتسطب الروم. يعني دي مشكله فيه. لكن لازم بقى عشان تسطب الروم تكون على 2870 فيما اقل، يعني 2.8.7.0. بالنسبه للتي دبليو ار بي اللي هو تيمون ريكفري بروجكت، لازم تكون على 2870 زي ما قلت فيما اقل عشان تقدر تسطب الروم. هيفتح لك السبعه، هتفضل تدوس نيكست نيكست يعني لحد ما يسطب وفينش. وفي الاخر بيفضل بعد ما تخلص ان انت تفرمت الجهاز بانك تعمل وايب للكاش والليفك كاش، وايضا الداتا اللي على التليفون. لازم الثلاثه دول يفضل ان انت تعمل لهم وايب عشان يفتح التليفون. في حاجه اخيره بس، وانت بتفتح الجهاز هتلاقيه بيقطع كده وتحس ان الجهاز باظ والدنيا خربت. وانت بتفتح الجهاز وانت قصدي بعد ما يرستر الجهاز وهو بيفتح، يعني هتلاقي كلمه سامسونج بتتكتب بالراحه ومش عارف ايه والكلام من ده. ما يغركش خالص الكلام ده، عادي جدا. والجهاز ممكن ياخد ساعه وهو بيفتح. انتم ممكن تفكروني ببالغ بس ده مش ببالغ. ممكن ياخد ساعه وهو بيفتح. اول مره انا خد معايا ممكن ساعه الا ربع بالظبط وهو بيفتح. انا استغربت جدا بصراحه، بس هي دي الحقيقه. خد معايا ساعه الا ربع وهو بيفتح، بس بعد ما بيفتح ما بتلاقيش فيه اي مشاكل وعادي خالص. بس مش عارف ايه اللي العيب بتاع ساعه الا ربع ده، انا اول مره اشوف روم كده بصراحه. على العموم ده كان الفيديو بتاعنا، عشان ما اطولش عليكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. لو في اي استفسار من اي من حضراتكم تقدروا ان انتوا تخشوا على صفحه الفيسبوك، الفيسبوك سلاش تك تراينج، وهتلاقوا الرابط بتاعها في القناه. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك على صفحه الفيسبوك. ولو في اي مشكله قابلتكم الكومنتات بتاعتكم ارقوا فيها براحتكم، وانا هرد عليكم بالاجابه ان شاء الله على طول والحل. ونفس الكلام في صفحه الفيسبوك. ما تنسوش يعني لله يعني، اصل بيساعد والله اللايك معانا، وعشان تدعمونا برضو اللايك، بس لايك تحت ليه تحت الفيديو. والسبسكرايب برضو هتلاقيه في بتاع مستطيل كده احمر لذيذ شكله عسول، يعني لله عشان تتابع برضو الفيديوهات الجديده. ويعني اهو ماشي. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واقدر اقول لكم سلام عليكم.